شعب وتايه يا ولاد الحلال. تحت العنوان ده كتب ونشر بديع خيري في نوفمبر سنة 1923 وقال: دلوني عليه لو شفتوه، شعب وتايه امبارح العصر، قفطانه أحمر بهلال أبيض، مكتوب في صليبه تحيا مصر. أمه كليوباترا وأبوه رمسيس متصاب بمرض اسمه التهليس، ودواه إيه؟ يا حكيم باشي القصر، يقصد قصر العيني. دي كانت اللغة والكلام اللي بيتكتب في الصحافة سنة 1923. هل انتهت إمبراطورية الشعر في الصحافة يا عم جمال؟ لا، ما انتهتش ولا حاجة. إيه اللي حاصل؟ هو طبعا اللي حصل فيه حالة انفجار إعلامي جعل أشياء كتيرة من اللي كانت موجودة في الصحافة وبتجد صدى كويس بدأت يعني يخفت هذا الصدى. الشعر في الفترة اللي انت بتقول عليها او الزجل بمعنى اصح، صح. الكلمة المكتوبة بالعامية كانت تسمى بالزجل في هذا الوقت. كان له فرسان، بيرام التونسي وبديع خيري وابو بوسينة وعبد الفتاح شلبي، يعني ده في النصف الاول من القرن العشرين، وكثيرين غيرهم، وعبد السلام شهاب وكثير غيرهم يعني. وكان بيصل المسألة إلى أنه في صحف كاملة بتحرر بالزجل، يعني سواء الساخر أو غير الساخر أو الناقد، زي بنسمع مثلا دلوقتي عن البعكوكة مثلا أو الزمان، أو بيرام التونسي كان عنده مجلة بيحرر كل صفحاتها، كان اسمها الخازوق، وكان يعني ينتقد فيها كل الأحوال. فقانون الرقابة في هذا الوقت أوقف جريدة الخازوق دي، لأنه قانون المطبوعات كان خاص بالصحف والمجلات. فهو راح عامل جريدة تانية سماها المسلة، وكتب تحت العنوان بتاعها: المسلة لا هي جريدة ولا مجلة، عشان يهرب من قانون المطبوعات. وطبعا احنا عارفين ان المسله برضه واقفه كده زي الخازوق، يعني اللي المفروض بيرام التونسي بيحطه في عين كل انسان، سواء يعني كل انسان هو بينتقده، يعني سواء كان حاكم او كان مسؤول او ايا كان يعني. طبعا الحكايه دي كانت عامله رواج جدا لفن الزجل وللكلمه العاميه. يمكن ايضا طبعا في الستينيات كان في ابواب مهمه جدا في الصحافه المصريه. ده اللي كنت هقول لك، انه بمرور الزمن ظل برضه الزجل موجود في الصحافه. بالظبط، ظل فؤاد حداد، ظل مع وجود يعني مدرسه العاميه المصريه على ايد فؤاد حداد وصلاح جاهين وفؤاد قعود والابنودي وسيد حجاب واخرين. كان هناك أيضا حركة نشر جيدة. دلوقتي مثلا عايز أقول لك أنه طبعا، بس أقول عن هذه المرحلة أن مثلا رباعيات صلاح جاهين هي كانت عبارة عن رباعيات تنشر رباعية كل عدد في صباح الخير، وكان صاحب اقتراحها هو الصحفي الكبير الله يرحمه أحمد بهاء الدين. دلوقتي في نشر حقيقي، في جرايد يومية بينشر فيها، يعني جريدة المصري اليوم بتنشر للشاعر علي سلامة يوميا قصيدة كل يوم. جريدة البديل بتنشر طلقة شعر لطاهر البرمبالي، الشاعر طاهر قصيدة كل يوم يومية. الدستور بتاخد من الشعر العامي والفصيح وبتحطه في ترويسة جميع صفحاتها، يعني تفتح جرار الدستور من الألف للياء تلاقي في الترويسة جزء من الشعر. ولكن تعالى لكن دي بقى لكن تعالى النهارده شوف كم الحوادث والأخبار المثيرة والكوارث والأمراض والفساد اللي موجود مع هذه الأشعار أو حولها. فتلاقي إنه الناس ما عندهاش فرصة
يعني هتتوقف عند الكوارث دي ولا هتتوقف عند هذا الصوت الضعيف للشعر؟ في الوقت اللي انا بقول لك عليه اللي كان فيه ازدهار، كان لما تصدر حادثه تنشر في جورنال، باعة الصحف يجروا في الشوارع يقولوا اقرا الحادثه، باعتبار ان في حادثه واحده ودي ما كانتش حاجه متكرره. فبالتالي لما كانت تحصل تبقى شيء نادر وشيء يستدعي انه باعة الجرايد يروجوا للجورنال بهتاف اقرا الحادثه استثناء. دلوقتي الشعر او الزجل هو القاعده دلوقتي اللي حاصل. طب ليه الناس بقى دلوقتي تقول اقرا الزجل؟ مفيش لانه الحوادث ملت حياتنا للاسف الشديد. يعني الحوادث بكل ما تعنيه زي ما قلت لك، من كوارث انسانيه، من فساد، من قضايا عنف وقتل وتدمير. خلاص يعني حياه الناس بقت ماشيه في اتجاه اخر. ده الجزء الاخر زي ما قلت لك في الاول، الانفجار الاعلامي اللي حصل. بقت في قنوات فضائيه، وبقت في يعني تلفزيونات، وفي اذاعات، وفي بقى اتاخدت يعني، وفي نت. بالظبط كده، من اهتمامها بالثقافه او بالابداع يعني. بالظبط كده. بقى اصبحنا يعني في حاله ايه؟ كان زمان المتلقي ايجابي، بمعنى انه بيتفاعل. ما تقول لي كده، كان زمان يعني نموذج مثلا قالوا بيرام التونسي او غيره، بيرام التونسي مثلا عبر بيه عن الناس. قال، وانت سمعت مني القصيده دي قبل كده ايام ما كنا طلبه في الجامعه. انت عايز تبقى قد بعض ولا ايه؟ انت كنت يعني قبليه 9 سنين وكده فانت سمعتني مثلا وانا بقول لبيرام التونسي: هتجن يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس، دي بلاد تمدين ونظافه ولطافه وحاجه تغيظ، ما لقيتش جدع متعافي وحافي وماشي قشر خص، ولا شحط مشمرخ افندي مع عود خلفه ونازل مص، ولا لب اسمر وسوداني وحمص وانزل يا تقزقيز. هتجن يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس، ولا واحده في وش الفجر تبرطع ماليه الدنيا صوات، قال ايه جوز خالتي ام احمد سلفت اخوها السيد مات، سبحانك معظم شأنك والله المده مفيد ولذيذ. هتجن يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس.